في الطريق الصحيح. بطولة كاس تيم، هذا قول الجمهور، هذا ليس قول المعلق ولا قول المذيع ولا الإدارة، لا، هذا قول الجمهور وقول المتخصصين. على أي حال أمامنا ثواني، أمامنا ثواني. تخيل معي، يعني عشان أوريك إنه الكرة الأفريقية فيها خير، أنا أقول لك في 85 أول كاس نيجيري، أقول لك في العام 87 النهائي الثاني الذي أقيم في بلاد كندا أمريكا الشمالية، الذين لا يقولون فوتبول كثيرا يقولون سكر لكرة القدم. هنالك كان النهائي الذي جمع بين الاتحاد السوفيتي ونيجيريا، وخسرت نيجيريا النهائي ولكن بشق الأنفس، بشق الأنفس بعد تعادل إيجابي 1-1، هدف لهدف 1-1، ومن ثم الركلات الترجيحية 4-2 لتخسر نيجيريا. لعبت النهائي خسرت، وقبله فازت ب 89 في بلاد اسكتلندا، بلاد بيرن، لا عذرا بيرن سويسرا، في بلاد يعني اسكتلندا والهامبتون بارك والكلاسكو، وهذا كانت هنالك السعودية تفوز. أمامنا الآن بداية اللقاء مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل زمان ومكان. أمامنا ثواني وعبد القادر يكاد أن يطلق الصافرة، والصافرة الأولى يعني سيلعبها إبراهيم عبد نور أم يلعبها عبد الرحيم أحمد محمد. بالنسبة لمدرسة مقديشو، بالنسبة لمدرسة مقديشو، حان دورك. انظر هناك قبل صفارة الحكم، عين خلف اللاعبين الاثنين اللي في منتصف الملعب. شاهد يا عزيزي المشاهد، هناك مكتوب حان دورك، حتى انت من تشاهد حان دورك. نعم كلنا وجميعا، جميع النجوم. تبدأ المباراة مشاهدينا الكرام. عثمان صلات يلعب الكرة، عثمان الذي يظهر بسد بعلامة الكابتن أو شارة الكابتن بالرقم 7 لتعود الكرة عبد الحكيم ومع عبد الرحمن، والانطلاقة هنا يعني أمامه لاعب خطير ياسر أحمد إبراهيم اللي أحرز 4 أهداف جميلة كانت. وهنا هجمة، هنا هجمة على طريقته تسديدة وركلة ركنية، تسديدة وركلة ركنية. نعم جميع النجوم، جميع النجوم، يعني نحن هنا في بطولة كاس جيم، جميع النجوم، كل المتابعين، كل اللاعبين، وبالأخص اللاعبين نجوم. ركلة زاوية، هيا العبوا لنرى يوما ما، لنرى لاعبا منكم في كأس العالم، لنرى لاعبا منكم، لنرى عظماء منكم، بل وأفاتارات نراهم. كرة ملعوبة خطيرة بالراس، الهدف الأول، لا، الهدف الأول يضيع على مدرسة نيلين. إسماعيل آدم وعبد الولي طاهر حاولوا في تلك اللقطة، ولكن الكرة لجمال عبد الرحمن عمر. جمال عبد الرحمن عمر حارس مرمى مدرسة مقديشو يلعب الكرة. جمال عبد الرحمن، الهجمة تعود الآن، تعود عبد الرحيم، انفرادة وتخطي لها، تعود لحارس المرمى عبد العزيز عبد الله عيسى، أيضا هو بالرقم 1. عبد العزيز عبد الله عيسى حارس مدرسة نيلين. شوف الجمهور الغفير، شوف المتابعة، وهنا تبدو الإشادة واضحة جلية، تبدو من جمهور عاشق، من جمهور ومن يتحدى عشق الكرة الأفريقية، من يتحداه في تاريخ، رغم أنه ما عندهم يعني فريق وصل أو منتخب وصل لدور الأربعة مثلا في كأس العالم، بيد أن يعني كانت هنالك مباريات كثيرة يعني لدور الثمانية مثلا، كان عدد من الفرق، حتى الكاميرون، حتى السنغال في مونديال عام 2002. شوف اللقطة الآن أمامنا، شوف قلت لك اهتمام كبير جدا من قبل إدارة الرياضة ووزارة الرياضة، من قبل وزارة التربية والتعليم. هنالك في بلاد الصومال، هنالك في بلاد الخلجان، في بلاد المحيط، على المحيط الهندي. والتاريخ أمامنا، الكرة تلعب الآن، يعني التمريرة، أو شوف المهارة بالله يا كرة غريبة جدا يا سعيد. تلعب الكرة الآن في وسط الميدان، تعود الانطلاقة. غزال أسمر آخر، ولكن غزال أسمر هو لقب وحيد أطلقناه على واحد ولن نردده لغيره، واحد فقط هو محمد ربيع، وغيره لن نبيع. لتبقى الكرة في ركلة مرمى، لتبقى الكرة في ركلة مرمى لمصلحة الفرقة الزرقاء مدرسة مقديشو. ويوم أن قالت صحف بلجيكا بروكسل هنالك، قالوا بأن لدينا جيلا واعد تحقق ما يصبو إليه. تحقق ليش؟ لأنه كان توقع مبني على دراسة، على علم. تعود الكرة الآن
لوسط الميدان. أمامنا انطلاقة ولكن الدفاع. الكرة على اليمين الآن، سعيد ينطلق يلعب الكرة على أي سعيد تود أن تكون خطيرة لهدف. لا، على أي سعيد، هل تريد أن تكون كابن العويران سعيد؟ اوه، هدف بلجيكا 94، هدف لن ينسى لن ينسى لن ينسى. ام انك تريد ان تكون لك هدف كمثل ماجد عبد الله يا كابتن؟ الكره تلعب، عثمان يلعبها، هدف ماجد عبد الله 3-1. التاريخ يسجل هنالك في الاولمبياد 84 في اولمبياد لوس انجلوس، ولن نمنع ولن ننسى ايضا قوه منتخب قطر انذاك. 5 فرق يعني عربيه شاركت في تلك البطوله 84، كان منهم قطر، كان منهم السعوديه، العراق أيضا، المغرب ومصر. كانت بطولة جميلة صراحة. وفي قطر كان لاعب في ذاك الوقت اسمه منصور مفتاح. يا على هذا الهداف العظيم. الكرة إلى رمية تماس تلعب، شوف المتابعة، المدرب لا يستطيع، لا يستطيع حتى. عثمان يلعب رمية التماس، يلعبها الآن في وسط الميدان. تعود الكرة ولكنها زرقاء، إن كادت أن تكون برتغالية ولكن شوف حذاري من هنا الأخطاء. يقولوا حذاري، الخطأ هنا ممنوع. أقل قطرة بنزين نار مباشرة. لا يوجد هنا، لا يوجد تسامح، لا يوجد تساهل، لا يوجد. والكرة إلى رمية تماس، إلى رمية تماس. وخالد سلمان وهدفه في 84 في مرمى فرنسا لن ينسى البتة بعد تمريرة العزيز يعني إبراهيم خلفان في ذاك اليوم. الكرة ترجع الآن من جديد، وهدف خالد أيضا الثاني من تمريرة منصور مفتاح. ترجع الكرة من جديد الآن، تعود لمصلحة المنتخب أو مدرسة النيلين. الكرة تعود زرقاء هذه المرة لمدرسة مقديشو. الكرة لمدرسة مقديشو، سعيد علي يلعب الكرة الآن، سعيد يلعبها بعد أن لعبها لإبراهيم عبد نور. الكرة ترجع إلى رمية التماس. هنالك تاريخ ضاوي في سماء الكرة العربية. أمامنا على اليمين توزيعة ولكن خرجت. هنالك تاريخ ضاوي كثير، ولكن يعني انشغلنا بالمباريات الأوروبية بالآسيوية غير العربية، نسينا فضل يعني كثير من اللاعبين العرب في يوم من الأيام وتاريخهم. لذلك أنا أنصحك يا من تتابع الكرة الآن في وسط الميدان، أنصحك بأن تستمع والكرة تلعب خطيرة لتمرير. استمع إلى نصائح المحللين، استمع، اجلس مع كبار اللاعبين وكبار القوم. والكرة إلى رمية التماس، كبار القوم في الرياضة. الكرة تعود الآن عبد الرحمن عبد الله محمد. عبد الرحمن يعني تذكر مثل قول الدكتور محمد السليمان، قال أنا أعتبر أن النجم يعني العموتة هو نجم الكل. تذكر هذا يا كابتن، يا من تحاول أن تكون نجما، تذكر هذا الأدب الجميل في الخطاب وحتى في الألفاظ ما أجمله. هيا إلى أين المسير يا عثمان؟ هذا عثمان، هذا المدرب الذي لا يستطيع الجلوس. بيبي جوارديولا، والله تذكرني بيبي جوارديولا، وأيضا يورجن كلوب. واليوم يصرح خلاص، فينجر يصرح ويقول أنا غير مهتم بما يقوله تيري هنري، غير مهتم سواء يتهم الفريق بالتقصير أم لا. الكرة تعود، في هذا أيضا أدب، في هذا أيضا أدب. هو مدرب أكبر من لاعب ولكن الاحترام موجود. قال لا لن أرد عليه. الكرة إلى ركلة مرمى بعد الاتهام الصريح، بعد الاتهام الصريح يعني بأنه هو خلف إصابات اللاعبين. أمامنا كرة تلعب، قال هنري ولكن رد عليه يعني فينجر وقال أنا غير مهتم. الكرة تلعب الآن. شوف يا ولدي، تذكر كل هذا الكلام وهذه التصريحات الجميلة الرائعة ستذكرها